يا مساء الورد. في حدوتة كده من حكاوي الدراويش أحب أحكيها لكم النهاردة. الحدوتة بتقول إن كان في مرة واحد تايه في الصحراء، ماشي تايه عطشان وجعان وحران ومش عارف يعمل إيه. وبعدين هو ماشي شاف من بعيد كده مجموعة ناس واقفين زي ما يكونوا واقفين في حلقة ذكر. قال اما اروح اشوفهم بيعملوا ايه، اكيد عندهم اكل وشرب وهيدوني حاجة. فلما راح فعلا لقاهم فعلا واقفين في حلقة ذكر وقاعدين عمالين يقولوا الحق عليا الحق عليا الحق عليا. فالراجل قال اما اذكر معاهم اكيد هياكلوني ويشربوني، ودخل وسطهم وفضل يقول زيهم الحق عليا الحق عليا. شيخ الحضره ندهله وقال له يا عم انت تعالى هنا، انت بتعمل ايه؟ هو انت تعرف مين دول ولا تعرف يعني ايه الحق عليا، ولا بتردد اي كلام كده وخلاص؟ قال له والله ده انا جعان وتايه وقلت اكيد هلاقي هنا في الحضره اكل. فالشيخ قال له طب بقول لك ايه، ما تقولش تاني مره حاجه ما تعرفهاش زي البغبغان كده، على طول امشي على طول كده هتلاقي بلد هيكرموك فيها اخر كرم. يلا ها غمض عينك. الراجل غمض عينه وفي لمح البصر فتحها، هوب لقى نفسه ساب الصحراء وبقى في البلد اللي الشيخ قال له عليها. السلطان بتاع البلد أكرم وآخر كرم، وجوزوا بنته وسكنوا معاه في القصر، ولفت الأيام ومات السلطان وصاحبنا ده بقى الكل في الكل. لحد ما في يوم من الأيام واحد خبط على باب القصر. الحارس فتح له وقال له قول لسيدك فلان الفلاني اللي قابلك في الصحراء في اليوم الفلاني عايز منك خدمة. فسيده قال له قول له معرفش حد بالصفة دي أبدا، واتكل على الله من هنا وامشي وما تجيش تاني. وفي غمضة عين زي الأولى بالظبط أخينا ده لقى نفسه اتنقل من القصر والعز والجاه وبقى وسط الجماعة اللي كانوا في الصحراء واقف جنبهم في الصف يقول الحق عليا الحق عليا الحق عليا. هنا الشيخ قال له اهو دلوقتي تقدر تقول الحق عليا بصحيح يا جدع. توتة توتة خلصت الحدوتة ولا لسه ما خلصتش؟ لا لسه ما خلصتش. لازم تعرف قبل ما الحدوتة تخلص ان كل كلمة ليها ضريبتها اللي لازم تدفع، وكل ادعاء لازم امتحان يثبته او ينفيه. انت حبيب قوي، طيب خد من دلال المحبوب ووريني اخرك فين. انت عوام، اهو البحر قدامك والمية تكدب الغطاس. انت كريم وشيخ عرب، طب خد فقر وضيق حال ووريني كرمك وإثارك. ما تقولش حاجة أبدا أنت مش قدها، وما تقولش أنا تمام إلا لما تعدي في الامتحان الأول.